من طقطق لسلام عليكم. ازيك يا غادة؟ ازيك يا ناصر؟ كله كويس؟ تمام، كله كل كويس. سنة وانت طيبة وانت طيب. وربنا يعود علينا الأيام بخير. يا رب، اللهم امين. جالك ردود فعل على حلقة جنب الحيط؟ كتير 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 قوي. إيجابية أهم حاجة؟ هي ايجابيه، والناس حبت قوي الميكس بيني وبينك الدويتو، قالوا لي حلوه وانتوا لايقين قوي على بعض في الدويتو. والله الحمد لله، هذا من فضل ربي. ما شاء الله. اللهم قوي ايمانك. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. أهم حاجة طبعا إن إحنا اتبسطنا بالحلقة، وعايز أقول لك إن ردود فعل اللي جات لي بيشكروا فيكي قوي، وأغلب اللي بيشكروا فيكي هم ناس قديمة، معرفش بقى أنت قديمة زيهم ولا إيه يعني. مش موضوع ناس قديمه، هو موضوع ان الناس شافت ايه. لا، بنوته دي عسوله. انت بتغير بس. بتغير، انا عارفه. ماشي، نخش في الموضوع. نخش في الموضوع. طيب الحلقة دي إحنا هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن رمضان. كل سنة وأنت طيب. وانت طيب. طب كلمينا بقى عن رمضان. رمضان الشهر اللي بنستناه من السنة للسنة بلمة العيلة والروحانيات، والأكل اللي بنوعد نفسنا نقلل منه وما بنعرفش. الصيام بيبدأ بحماس وبينتهي بقيلولة، والسحور بيبقى قرار مصيري بين فول ولا زبادي. المسلسلات شغالة 24 ساعة وأكنها فرض رمضان الجديد. النهاردة هنحكي عن رمضان بين زمان ودلوقتي، عن العادات اللي فضلت والتغيرات اللي خلت رمضان غير رمضان. حضروا نفسكم الحلقة جديدة خفيفة سريعة ومليانة ضحك. يلا بينا. تعرف يا ناصر، أول حاجة هفكرك بيها في رمضان وأخليك كده ترجع كده للذاكرة لورا، المسحراتي. فاكر المسحراتي اللي كنا وإحنا نايمين في عز النوم ونسمع حد كده تيت 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 ويخبط كده وينده على أسماء معينة وصوته حلو قوي، واصحي يا هدير ويقول الأسماء دي. جو هو كان عمره ما قال لي جميل. اصحى يا ناصر، يعني عايز أقول. ولا حد قال اسمي خالص يعني عامة، بس كنت اسمع ان هو يفضل يخبط على الطبلة بتاعته وماشي، وبصوته الجميل، صوته كان تحفة، تحس ان هو فعلا كروان بيصحي الناس. طب انت بتشوفي المسحرات دلوقتي عامل ازاي؟ اكيد لا. ما تشوفوش خالص خالص. انت عارفه المسحرات دلوقتي عامل ازاي؟ فرقه بقى زي درامز كده وطبلة وبتاع ورق وموضوع اتغير، بس بقى مهرجان، يعني مهرجان المسحراتي. لا، هو صراحة مش عارفة، الحنين كده للماضي مع المسحراتي، تحس فعلا في جو رمضان. طب اجواء ايه تاني غير المسحراتي؟ في السحور. ماله السحور؟ ما احنا لسه بنصحى. لا بص، السحور الاول كان ايه اللي هو الطبيعي الفول بتاعنا. المدمس، الفول والزبادي دي حاجه اساسيه في كل بيت مصري، والبيض المسلوق. ماشي. دي كان حاجات، بص يعني مش قادره اقول لك، يعني دي حاجات تقليديه. انت عايزه لكن دلوقتي البيت المصري يعني انا عايزه دلوقتي انتقد حاجه تانية بقى بتحصل دلوقتي. معظم السحور سوشي، بيتزا، كريب. في حد يسحر سوشي؟ صدقني في ناس بتسحر حاجات غريبه وبيتسحروا بره. لا، الاول كان السحور في البيت، وكل قاعد كده على الترابيزه او حتى على الطبليه، البيض المسلوق والفول المدمس والعيش البلدي، ويعني حاجات، بص احنا كنا اتربينا عليها صراحه يعني. بس دلوقتي اتغيرت، ما بقتش بحس بالجو انا ده. بشوف ان احنا لسه محافظين على موضوع السحور ده، يعني ما فيهوش اي مشكله خالص. يعني لسه بنسحر فول وزبادي وخيار يعني هو موضوع السحور. بس انا بختلف في حاجه، ان احنا ممكن نكون ما بقيناش نتجمع، يعني ممكن كل واحد يسحر لوحده وكده. لكن اللي عايز اقوله ان رمضان هو الحاجه الوحيده اللي احنا الحمد لله محافظين عليها. يعني مهما الزمن بيتغير ومهما بنغير عاداتنا، لكن رمضان يعني زي ما هو بقى بيهل هلاله كده. الفرحه بقى بتيجي والعباده والتجمعات يعني انا شايف ده بصراحه. انت شايف حاجه تاني؟ يعني بص، هو في اماكن واماكن، وفي ناس اختلف معاها خالص، وبالذات الجيل الجديد. طيب انا عايزه اقول لك كمان برضو في حاجه، يعني بالنسبه للاكل، انت من انهي مدرسه؟ البط والمحشي والوز والحاجات دي، ولا بقى من الاكلات الغريبه اللي طلعت في الفتره الاخيره؟ مش عايز اقول لك ان انا زاهد وعابد والشغل ده، لكن انا بالنسبه لي باكل اي حاجه ما تتعبنيش، وما باكلش كتير عشان خاطر ان انا اعرف اصلي وكده. لان انا هاكل، طب وبعد ما اكل مش عارف اتحرك من مكاني. فانا بالنسبه لي باكل الاكل العادي اللي هو مش كتير وما برمرمش، يعني ده بالنسبه لنا. انت ايه الدنيا معاكي؟
بص هو اصلا اللي بعمل الاكل فيعني انا بعمل الاكل التقليدي بتاعنا اللي هو المصري ماشي، وباجي في بعض الاوقات انا شايف ان احنا بكسر نعمل حلقه عن المطبخ، لان انا على الحلقه الاولانيه والحلقه دي كمان بتتكلمي عن الاكل بس. عن الاكل. طب ما مالك ماشي. يا غدا في ايه؟ ما جبتليش حله المحشي. حله المحشي والله رمضان ما جبت لي قرب، حلة المحشي. رمضان قرب يا طيب. مخرج جابت لي حله المحشي ما جابتليش رمضان. حلة. وخلي بالك على فكره كان المفروض في كنافه بالمانجا وقصه واحنا اتضحك علينا في الحلقه. ثواني اعمل معاك ايه دلوقتي؟ لا انا بص انا ماليش في الحلويات، مش على شاطره فكرة فيها ده بس مش شاطره هيتقص- في الاكل. مش هيتقص في المونتاج الكلام ده. ما انا عارفه ان هو مش هيتقص، مش هتقصوه براحتكم. هات المحشي عشان نقصه في المونتاج. مش لا انا هجيب المحشي في رمضان، خلاص رمضان على الابواب. طيب هبقى اعزمك على حله محشي بحالها كل سنه وانت اجيبها لك طيب. وانت طيب. طب قولي لي رمضان كان عامل ازاي زمان غير غير المسحراتي بص هقول لك على حاجه. هو احلى حاجه لما وانا كنت صغيره فانوس رمضان ليه ذكريات عندي، بص مش قادره اقول لك، ليه اجواء كده. بعد الفطار كنت بحب قوي اشغله واسمع الصوت وحاوي يا وحاوي ايوه بجد. بص دي انا معاكي بنتقد فيها موضوع الفانوس، لان الفانوس دلوقتي بقى ماريو ولورا ومش عارف حاجات مش عارفه، ما غريبة. بقتش بحسه ملوش خالص اي علاقه خالص. بالفانوس. انا الفانوس بحسه اللي هو فانوس بتاع ابو زمان، شمعة ده بتاع زمان ده بحسه قوي يعني. شمعة. بحس مش كان بشمعة برضه؟ لا هو انا ما جربتش ابو شمعة ما كنتش على ايام ابو شمعة انا كنت على الاغاني اللي بتاعت بوجي وطمطم ووحوي فين؟ وحوي. بوجي وطمطم. فاكر بوجي وطمطم؟ اه يا كانت ايام جميله بقى. هلا فاخر والله يرحمه كان يونس صح؟ الشلبي. ايوه انا كنت بستنى. فوازير بقى نيلي وشريهان. الله 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 فوازير ايوه الفوازير مش عارفاها. مقالب. لا المقالب المقالب دلوقتي الموضوع بقى مقالب رخمه. دلوقتي حاجات اصلا ممكن في ناس تموت فيها جالها سكته قلبيه. ده مش فاهم ده آه. ايه اللي يبسط في الموضوع ده؟ مش فاهم. مش عارفه يعني، ده في ناس فعلا ممكن ما تموت فيها. كان المقالب كمان زمان كان دمها خفيف، يعني اللي هو كان خلي بالك. وزكيه زكريا باين. زكية زكريا طبعا. وفي تاني اللي هم اتنين مع بعض بينزلوا الشارع ويعملوا انا فاكراهم. انا مش فاكر اسمهم ايه، بس كان جامد جدا يعني، حتى المزيكا مشهوره جدا. اديني عقلك اديني عقلك اديني عقلك. فكان جميل بصراحه. الفوازير والاجواء طب كلميني عن المسلسلات، انت بتشوفي كام مسلسل؟ بص هقول لك الصراحه بامانه بتشوفي كام مسلسل؟ طب انا هقول لك على حاجه، يمكن اللي حواليا واللي في بيتي عارفين الموضوع ده. انا باجي في رمضان بالذات بحس ان انا ايه بتوه في رمضان. ممكن يعني انا الحمد لله يعني مثلا اجي اصلي صلاه العشاء والتراويح تمام. انا يعني اللي انا بعمله وانا بفطر بنكون مشغلين التلفزيون، فبيبقى شغال اللي هو رامز. يعني ده سبحان الله اهو شوف مقالب وفيه، بس انا بطبيعي كل اللي في البيت بيبقوا عايزين يتفرجوا على رامز. بتتفرجي على اللي شغال؟ اللي شغال. انما بتتفرجي على مسلسلات، متابعه مسلسلات؟ لا يعني مسلسلات؟ انا باجي يا دوب بحط الفطار واشيل ادخل كدهوت، تيجي عليا العشاء والتراويح بحس نفسي ان انا مش عارفه، بحس رمضان مش بندمج قوي في موضوع المسلسلات. ما انا اللي عايز اقوله ان ده اصلا بستنى بقى بعد رمضان الاقي الناس بتقول احسن مسلسل ايه واتفرج عليه بس. لكن بحس بزحمه، زحمه بتتوهني. الاول كان ممكن تلاقي 2 3 4 5 اعمال مثلا تعرف تتابع، لكن ممكن 100 مسلسل. هو في الاول وفي الاخر هو ده موسم حلو وكله بيبقى عايز. ايوه الفنانين بتستنى رمضان عشان ده الشغل بتاعهم، السيزون بتاعهم. دي حاجه حلوه، لكن في نفس الوقت احنا ما ننساش ان ده شهر عباده. يعني هو اصلا الشهر ده احنا بنستناه ما يدوب على ما الواحد بيصلي العشاء والتراويح بيبقى حاسس بعد الصيام وتعب بيبقى عايز ينام. فانا ممكن انام حبه واجي مثلا اصلي، يعني باجي بعد الساعه 12 بقى بالليل مثلا اقوم بقى استعد اذا كنت في سحور هيتحضر، اذا كنت اقيم الليل والكلام ده كله. بس يعني بالظبط ده الحته اللي احنا لغايه الفجر، دي الحته اللي احنا عايزين ندور عليها، هي العبادات. يعني العبادات ان هو شهر عبادات. فهل انت شايفه ان احنا بنستقبله كويس؟ يعني لسه سامع الشيخ امبارح تقريبا كان بيقول ان شهر رجب احنا بنزرع فيه، بنرمي فيه البذره، وشهر شعبان بنسقيها، وشهر رمضان بنحصد ده بقى. بالفعل. فطبعا احنا ما بنستعدش كويس من رجب وشعبان، ويعني الا من رحم ربي في ناس بتعمل ده. المفروض ان احنا بنستعد نفسيا روحانيا باستقبال الشهر الكريم برجب وشعبان، فبندي لنفسنا مراحل، مش بنيجي مره واحده نروح داخلين على رمضان ما بنعرفش نفصل. احنا يعني كبشر مش هنعرف مره واحده من حاجه لحاجه بسرعه. ففي فتره تمهيديه ربنا اداها لنا رجب وشعبان، روحانيات بتاعه رجب وشعبان عشان نستقبل شهر رمضان مستعدين. ان
نطلع بقى المصحف بتاعنا للناس، معظم الناس ركناه. نبتدي نشوف اهالينا اللي احنا ما كناش بنكلمهم وما كناش بنعيد عليهم، لا الشهر ده بيبتدي بقى ايه، نسترجع بقى، نبص على تليفوننا مين الناس اللي شفناهم ومين الناس اللي ما شفناهمش، مين الناس اللي كنا بنكلمهم مين الناس اللي انقطعنا عنهم. ما عشان كده انا بفكرك وبفكر نفسي وبفكر طبعا الناس اللي بتسمعنا، لكن بفكر نفسي اول حاجه ان بما ان ده شهر عباده فاحنا لازم نستغله احسن استغلال، لان في ناس ما بيجيش عليها رمضان، فالمفروض ان احنا نستغل ده سواء بقى بالقيام والتراويح، وزي ما انت قلتي ان احنا صلة الارحام، ان احنا ما يبقاش فيه خصام بيننا وبين حد، ان احنا مثلا لو انا وقعت الانسان بينتكس، يعني انا بيجي عليا وقت كتير بنتكس، فببقى مستني، يعني انا في حاجات كتير مستني اعملها، ما اعرفش بقى الشيطان نفسي، بس انا باجل حاجات معينه، ان انا هصلي مثلا السنه مع الفرض مستني رمضان، هعمل مش عارف ايه مستني رمضان، فلما يجي رمضان ما نتسرقش بقى، ده المفروض الشياطين متسلسله، المفروض ان احنا بقى ايه نستغل ده احسن استغلال، سواء مثلا لو انا ما بقراش قران اقرا قران، لو انا ما بتصدقش اتصدق، بتبقى حاله حلوه، فالمفروض بقى ان احنا لما نعمل ده نكمل ده بعد رمضان كمان. فانت برضو ممكن تكلمينا عن ايه تاني احنا ممكن نعمله؟ يعني انا بس هقف برضو في حتة التصدق. يعني انت عارف لو احنا كل يوم حاجة بسيطة، الفلوس الفكة اللي بتفضل مننا، هيبقى في تكافل اجتماعي، يعني مش قادرة اقول لك الجنيه 2 جنيه 3 بيبقى جنيه في خير كتير في رمضان، تخيل الخير ده بقى يبقى موجود طول السنه، تخيل هيفرق كتير قوي. يعني موضوع ان انا مثلا ايه يجي رمضان، معظم الناس بتيجي في رمضان لا تزكي او مثلا تطلع الحسنه، بس برغم ان المفروض ان هم يعملوها طول السنه، بس نقول هو ده شهر الخير والبركه، تمام، فبيحصل فيه الموضوع ده طيب اكتر. بمناسبه الخير والبركه انا حابب بس افكر كل الناس ان البودكاست بيتذاع على البيج فيسبوك عند استاذه غاده، وعندي انا على اليوتيوب شانل، فمستنين كل الناس تعمل سبسكرايب وتعمل فولو وتتابع بقى الحلقات، عشان احنا لسه هنتكلم لسه في كمان حاجات على كتير. حاجات تانية، وخصوصا الحاجات اللي تخص الشباب يعني. انت عارف يا ناصر، الاول زمان احنا كنا لما بنصوم كنا بنستحمل. يعني انا عايزه اقول لك من اول ما ابتديت ان انا افكر ان انا اصوم، يعني انا الحمد لله ابتديت صيام على 5 سنين، وابتديت ايه اتعود، بس كنت بصوم يوم كامل، مش كنت بصوم مثلا ربع ونص بالتدريجي. انا عايزه اقول لك ان الجيل دلوقتي معظم ولادنا ما بقاش بيستحمل. ماما انا جعان، ماما انا عطشان، وهو صايم. طب ايه بقى؟ يعني انا عايزه افهم ايه اللي خلاهم ما يستحملوش. مش متعودين يعني، احنا دلعناهم. ما اقدرش اقول كده، ده ممكن دلع صح؟ ممكن يكون دلع، بس خليني اقول لك علميا بيقولوا طالعه موجه كده الايه الصيام المتقطع، وحاجه مفيده جدا. المهم يعني علميا اكتشفوا ان الصيام تقريبا 16 ساعه ده مفيد جدا يعني للصحه وللبدن وللجسم وللعقل وكل حاجه، وبيمنع امراض كتير، فكأن يعني كل ده عندنا، يعني انا يعني عايزه احنا مستنيين فعلا العلم مثلا يقول لنا الصيام لا المتقطع الصيام مفيد. بخصوص بقى الصيام المتقطع فعلا ان في رمضان ده فرصه للرجيم. يعني صحيح. المفروض ان الواحد مثلا يطلع من رمضان يعني خاسس، صحيح. وفي ناس بسم الله ما شاء الله بتطلع زايده 5 كيلو 10 كيلو محشي بقى يا معلم. انت بقى من انهي فيهم؟ لا انت مع الناس اللي بتاكل وتزيد، ولا مع الناس اللي هي بتقلل في الاكل فبتعمل كده دايت بقى لا ووزنها انا ينزل؟ عادي، انا بالنسبه لي الاكل مجرد حاجه بعملها عشان اعيش، يعني انا مش بحب الاكل نفسه، يعني بحب ان انا اكل اكلات مختلفه وادوق الاكل واستطعمه وكده، وبقعد انتقد لو الاكل مش حلو فبقول الاكل مش حلو، ما اعرفش دي حاجه، دي مشكله، خلي بالك امي بتعاني منها، ان انا ساعات اقول لها دي مش حلوه، دي مش عارف ايه، اكلها احلى اكل، امي اكلك تسلم ايدك يا ست الكل، الملح زياده، لا الملح ناقص، مش بس دي عارفه ايه. مشكله بحب طب اقول. هقول لك على حاجه، انا ولادي نفس الموضوع. انا بطبيعتي بحب الملح قليل، ودي عايزه اقول لك بعاني في الموضوع ده، وهم بيحبوا الملح زياده. بص اقول لهم بصوا انا هعمل الملح على قد ما انا عايزه، وانتوا ابقوا ايه ظبطوا الملح بعد كده. بس في اكل ما ينفعش زي الرز، انا بعمله الملح بتاعه بسيط، ما بحبش الملح فيه ما كتير. بندوقش منك حاجه، والله ما بندوق منك يعني حاجه، انا بقول لك اللي انا بعمله لاولادي مش اللي بعمله لك انت. طب خليني اقول لك بقى على ان العالم كله متفق ان اجواء رمضان في مصر غير اي بلد تانية في العالم. بالفعل
يعني كل الناس من كل وفي ناس كتير بتيجي في الحسين حتى الناس اللي مش من ديانتنا، كل الناس مجمعة والاجانب يعني، والدول العربيه بتيجي بقى في كده لينا فولكلور كده انا ولينا برضه حابب روحانيات. احيي اخواتنا الاقباط مصر المسيحيين اخواتنا مم. اللي هم بقى بيستنوا رمضان عشان يفطروا معانا وياكلوا معانا، واحنا وبيصوموا كمان وبيصوموا معانا بيصوموا كمان. معانا. مهم. كان لينا جيران الله يمسيهم بالخير، يعني احنا دلوقتي عزلنا، فالناس دول كانوا فعلا بيفطروا معانا، يعني بيفطروا على الاذان والله العظيم. فدي حاجه مش موجوده في اي بلد تاني في يعني العالم. انا الزينه بقى والحاجات يعني وانا صغيره كان ليا جيران برضو مسيحيين، انا عايزه اقول لك كانوا بيصوموا معانا، وكان في بعض الاوقات كنا زي ايه بنعزمهم على الفطار ويفضلوا صايمين ويجوا يفطروا معانا. هي دي بقى الاجواء. يعني انا دي عايزه اقول الأجواء لك اللي بجد. انا بجد بص، ويبقوا معانا ويستنوا لما الاذان ياذن عشان خاطر يشربوا العصير وياكلوا معانا. انت عارف هقول لك على حاجه يا ناصر، يعني على اساس ان رمضان بتاعنا احنا، فطبعا احنا كنا بنقول لهم مثلا تعالوا ونعزمهم عشان جيران وبنعيش الجو. طب هقول لك على حاجه حلوه، يعني جيراننا دول كانوا هم بيعملوا الفطار ويعزمونا نفطر عندهم. يعني كنا نروح البيت عندهم، يعني الشقه جنب الشقه، كنا نروح البيت عندهم يعملوا لنا العصير ويعملوا لنا البلح والخشاف وكل الاجواء الرمضانيه كانوا بيعملوها، ويجيبوا الزلابيه وبلح الشام والحاجات الحلوه كلها. تخيل، انا بحس ان اللي بيحصل ده في مصر بس، مش في اي مكان تاني ومش في اي دوله حتى عربيه. انا بحس ان مصر اللي تحس فيهم ترابط في الدين، حتى لو دين مسيحي او دين مسلم. هي دي مصر، هي مصر قايمه على كده. وحابب احيي برضو الفطار اللي بيحصل في المطريه كل سنه، فعشان كده احنا هنحضر الفطار المره دي مع بعض انا وانتي، وهنستنى كمان المستمعين يجوا معانا. اللي هيشير بقى الحلقات بتاعتنا هيجي يفطر معانا في المطريه ان شاء الله. كم مره عشان اعمل حسابي؟ على حسب مقدرتك. ما انا على اساس يعني ايه برضو اودي ولادي، اجيب ولادي معايا ولا يا باشا يجوا، مصر كلها ماشي. بتبقى في المطريه هنا. خليني بس في حاجه عايز اتكلم فيها، ويعني هي علامه استفهام وعلامه تعجب وحاجات كتير. النوم في رمضان، النوم في رمضان انا عندي مشكله معاه. احنا جايين رمضان عشان نتعبد ولا عشان ننام؟ يعني احنا بنصوم عشان نتعب ونحس بقيمه الصيام، ولا ننام بقى ونصحى على الفطار؟ في ناس كتير بيبقى عندهم وخم وكسل فظيع جدا في الصيام، ياخدوا نهار رمضان كله صيام، يعني يناموا وبعد ما يجي يأذن المغرب يروحوا يفطروا وبعد كده يفوقوا. عندي علامة استفهام وعلامة تعجب وعلامات كتير كده جنب بعض. هي فكرة النوم. يعني احنا بنستنى رمضان عشان نتعبد ونحس بالصيام، فنحس بالموضوع ده، ولا عشان ننام ونصحى على الفطار؟ يعني دي حاجة غريبة جدا. تكملة لكلامك يا ناصر، في بقى العصبية. أنا بلاحظ في ناس كتير بقى في نهار رمضان عصبية، وبيطلع منها ألفاظ مش كويسة وبتتعصب على أتفه حاجة. اهدى اللهم إني صائم. هو ليه كده؟ مع إن رمضان ده بنختبر فيه صبرنا. الشياطين من السلسلة المفروض ان ايه، ان احنا ان احنا نهدى ونتعبد اكتر ونزود طبعا فرائضنا وسنتنا اكتر واكتر واكتر. بس انا بلاقي لا، ناس كتير بتتعصب وخلقها بيبقى ضيق. انا مش عارفه ليه كده، مع ان المفروض ان احنا في الشهر ده اخلاقنا كلها تتغير. ما دي انا بعتقد ان هي ليها علاقه بالهرمونات والتدخين وكده. ان هو انت تقصد يعني اللي بيدخنوا لما بيجوا بيمتنعوا عن التدخين في ساعه الصيام فبيبقى العصبيه بتاعتهم بتبقى ما هو اكتر. جسمه قاعد طول السنه 365 يوم يشرب سجاير طول الوقت، فمره واحده بيمتنع عن السجاير لمده معينه، فطبيعي بيحصل خلل في جسمه، فبيطلع بقى الخلل ده بقى في صوره خناقه وكده. ده اعتقاد، الله اعلم، انا طبعا مش متخصص يعني. برضو في نقطه برضو عايزه اتكلم فيها، ما بقتش بتعجبني في الفتره الاخيره دي. معظم الناس، في بعض من الناس يعني لما بتيجي تصلي التراويح، المفروض احنا رايحين نصلي، بيصوروا نفسيهم وهم بيصلوا وينزلوها على السوشيال ميديا. طب ليه؟ ما انا عايزه افهم. والله في ناس بيبقوا بيعملوا ده، بيبقوا فرحانين بده. يعني في ناس مثلا انا لسه مثلا كأني داخل الاسلام جديد، يعني كأني يعني هو بيبقى مثلا بقاله فتره ما بيصليش او بعيد عن ربنا او كده، فهو حابب الاجواء دي، حابب الجلابيه، هي حابه الاسدال، فيلا بينا ناخد المصليه ونصلي فنصور نفسنا. يعني ما اقدرش احكم عليهم ان هم انا بتكلم على لا، انا بتكلم على ساعه الصلاه.
يعني في ناس بتبقى قصد حد يصورهم وهم بيصلوا وينزلوها على السوشيال ميديا. يعني ما مش عارف، ما لهاش تفسير عندي بصراحه، ما اعرفش. بس مش عارفه انا انا يعني الظاهره دي انا مش عارفه، انا مش عاجباني. هفترض حسن النيه، لان هي في الاول وفي الاخر خلينا نقول ان العباده لربنا، فانت بتوريها لمين؟ يعني عايز اقول لك ان في ناس مثلا بتبقى فرحانه بان هم رايحين الكعبه فبيروحوا يتصوروا عند الكعبه. حلو ده، انا اتصورت، بس مش هقعد اليوم كله بعمل فلوج من هناك. يعني ما دي برضو ظاهره انا جديده. اصور عشان ذكرى، مم. مش اصور لفكره التصوير. ده هياخد مني العباده. يعني انت عموما لو بتعمل اي حاجه وبتصورها، انت مش هتتبسط بيها. يعني مع الفارق طبعا. انا لما مثلا كنت اروح اتفرج على ماتش مم. او اروح احضر حفله لحد معين، لما انا كنت بصور ده كان بيفقد من المتعه. فبالتالي انا دلوقتي ده والله المثل الاعلى، يعني انا رايح بقى دي عباده مثلا انا بأديها. مم. فانا ازاي هبقى مع ربنا؟ ازاي؟ طيب وفي حاجه برضو بتضايقني، ساعه الفطار، المغرب بتأذن في الطريق، الناس اللي هي ماشيه، ففي طبعا ناس يعني ربنا يبارك لها بتفرق ميه بيحدفوا الميه بيحدفوا البلح. لا بيفرقوا تمر وميه ماشي. خد يا ريس، وبيخبطوا على العربيه، يحدفوا الصواريخ جوه العربيه عشان ياخد الحسنه، حتى ياخد الدنيا الثواب. اتطورت يعني. دي بقى اللي انا عايزه اتكلم فيها. اه دلوقتي بقى احنا بنعمل حاجه دي المفروض ايه في الخفا، صح؟ ان انا عشان اخد الاجر. لا ده انا بلاقي بيصوروا صور ان هم بيعملوا كده عشان ينزلوها على السوشيال ميديا ويتباهوا. برضو هرجع اقول لك، انا دي ما اقدرش انتقدها. ليه؟ لان احنا مثلا لما كنا بنعمل في العمل التطوعي وكده، بنعمل حاجات خير بنصورها عشان نوري الناس فالناس تتعدي. فانا لو بعمل حاجه حلوه، دي صوره بوريها عن مصر مثلا، الناس وهي بتفطر الناس في الشارع، دي حاجه حلوه. لكن انا بقى استغلالي ليها ازاي، دي حاجه تانية. يعني انا ممكن اصور ده عشان ابين صوره حلوه ان احنا بنفطر الناس في الشارع، انما بتباهي دي بترجع للنيه. فهي اصلا العباده محلها النيه في الاول وفي الاخر. فهو على حسب بقى هو بيعمل كده ليه. بس خليني اقول لك بقى ايه. طب ما تيجي نرجع لاول يوم قبل رمضان، اللي هو يوم الوقفه. يوم الوقفه وقفه رمضان، اذاعه الوقفه بقى بتاع ان هو بكره رمضان. فاكره بنستنى كان بيبقى فيه الهلال. بس الهلال. ايوه كلمينا عن اللحظات دي بقى. اللي هي يوم الشك، اللي هو ايه ما بين بكره يا ترى مستنيين هتسحر بقى، وبكره صيام ولا لا. بتنضف وبتاع. لا مش مش هنضف انا يوم الوقفه بتاعت رمضان. انا يعني لا انا بستنى يعني ايه لما رمضان يبتدي، وببتدي بقى اظبط البيت بقى بالراحه على مهلي. بس اقصد بيبقى الجو مكهرب، بكره رمضان بكره شغال. لا انا بقى في الحته دي بقى بقعد ايه اللي هو قلبي بيدق. سبحان الله، بفضل قاعده كده وفاتحه التلفزيون ومستنيه غدا اول ايام رمضان، فببقى قاعده قلبي بيدق في الحته دي. وفي فرحه كده بحسها غريبه قوي، جميله. ايوه. هنا بقى نلعب على الحته بتاعه الوجدان. بيجي بقى يشتغل اغاني معينه مهما تتعاد احنا ما بنزهقش منها، دي بقى لها سنين السنين، وكل سنه هي كأن بنفس هي دي الشكل. مرتبطه كده أيوة. برمضان. وهو ايه اقرب اغنيه ليكي بقى؟ في مجموعه كده مجموعه والله بنات بعودة يا رمضان. طبعا. دي انا بحبها قوي. في مجموعه بنات بيغنوا كده، وفكرني كده بيها الاغنيه. مش فاكر الاغنيه، بس في مجموعه بنات كده زي كورال بيغنوا اغاني في رمضان حلوه يعني. هي الاغاني كلها لما بيبتدوا يشغلوها قبل رمضان ب3 4 ايام، هو من دلوقتي ابتدوا في اغاني عماله تنزل اللي هي القديمه بتاعتنا. في اغنيه اتحطت دلوقتي، اغنيه لام كلثوم برضو. في اغنيه اتحطت دلوقتي بقت كانها من التراث، اللي هي بتاعت حكيم، دي جميله جدا على فكره. اسمها ايه؟ اللي هي رمضان كريم فتح. ما دي حاجه مستحدثه يعني، لكن احنا لينا اغاني قديمه اصلا يعني بجد مخلده. الاجواء بتبتدي بقى زي ما انت قلتي، الفانوس، الاغاني، الزينه. هم بيجمعوا الزينه. طب صح، تعالى نتكلم في حته زينه رمضان. الزينه بقى. انا بس هقول لك على حاجه. انا عايز اقول لك ان انا اتحايلت على الجيران عشان اجمع منهم فلوس. نرجع يا جماعه لحلقه الجيران. بتحايل عليهم عشان اجمع منهم فلوس عشان يعملوا الزينه. ما حدش بيطلع حاجه. احنا بيتخبط على الشقق، كل الشقق بتاعتنا بيتخبط عليها عايزين نعمل الزينه، فبيلموا فلوس وبيعملوا في كل دور اللي هي لا الجاهزه دي بقى، الزينه جاهزه. لا انا بقى كنت بعمل الزينه زمان بتاعت رمضان. انا كنت بجيب اللي هو خيط التنجيد، ماشي، او دباره، خيط دباره. وكنت بجيب كميني بقى بحب بقى الرسم والحاجات الاشغال دي، واعمل قصايص. كنت بعمل اجمع الورق اطبقه. الناس ان غاده بتعمل هاند ميد جامد جدا. كل الحاجات اللي بتعملها حاجات تحفه بصراحه، سواء شنط، ستاير، بتعمل كل حاجه تقريبا هاند ميد. بعمل شنط خروج وجزم خروج وسجاد وستاير، كله ده شغل يدوي يا فندم. خلاص انا بقى مش كده. حتى في نص رمضان بعرف اعمله على فكره. طب اعمل لي واحد.
حاضر اعمل لك واحد هديه. يعني هديه؟ خلاص هعمله لك. انا مستني. حاضر. سجل يا مخرج. وانا عايز واحد سيف، انا شبه انتوا هتروحوا المطريه لوحدكم وانا ماليش اي حاجه كده خالص. خلاص سيف هعمل له فانوس. عايز فانوس باسم في السيف لو سمحت. حاضر من عينيا. طيب في حاجه برضو عاوز اتكلم فيها. ثواني انا ما كملتش زينة رمضان. كملي. انا بقول لك ان انا كنت بعملها. ماشي اتفضلي. كنت بجيب، انا اشرح لك الخطوات. كنت بجيب وبجيب الدقيق واعمل اللي هي العجينه كده ماشي. وكنت وبروح عامله كده الطرف بتاعها، وكنت في البلكونه ممكن من الاوضه اللي احنا بنقعد فيها، واعمل بقى ايه كده سبوكسه كده اهوت، بعمل شغل حلو قوي. طيب احنا بس محتاجين يعني ايه ننور حاجه كده عند الولاد الصغيرين. زمان كان الموضوع بوم تمام، دلوقتي بقت صواريخ بشعه. فيا حبيبي انت وهو يعني الصواريخ دي يعني طب تخيل فعلا حرام. رمضان سبحان الله يجي رمضان موضوع الصواريخ ده. انا اول ما قبل الفطار بحاجه بسيطه انا بتخض كده من الصوت فظيع جدا وفرقعه فظيعه جدا، وفي اضرار بتحصل بسبب حاجه زي كده. احنا بنناشد بقى المسؤولين يعني. اتمنى يعني على فكره كل سنه بيتقال كده، بنناشد المسؤولين يا جماعه. المشكله ان الناس اللي بتبيع هي المشكله، مش في الناس اللي بتشتري، الناس اللي بتبيع. ماشي يا بابا، ما انت ممكن تقول لابنك او بنتك يعني هاتوا الصواريخ اللي هي العاديه، مش الصواريخ اللي هي المتفجرات دي. المشكله ان هي مضره، المفروض ما تتجابش اصلا. بمناسبه الصواريخ في بقى حاجه ايه احنا مفتقدينها دلوقتي، مدفع رمضان. مدفع رمضان فاكراه الله يرحمه. الله يرحمه. طب خليني احكي لك حكايه كده بمناسبه مدفع رمضان. هو جه منين اصلا؟ يعني يقال ان ايام محمد علي باشا كانوا جايبين المدافع الجديده دي وبيجربوها، فبالغلط ضرب مدفع. فلما ضرب المدفع في وقت الفطار الناس ارتبطت بالموضوع ده، فابتدوا يسالوا بقى ايه على موضوع المدفع ده. ومن وقتها بقى المدفع يتضرب مرتين، مره في السحور ومره في الفطار. فدي كانت احلى صدفه واحلى حاجه اتضربت بالغلط بجد، فضلت عايشه معانا لحد دلوقتي. حلو قوي. قول لي بقى. انا في كده كام سؤال كده محضرهولك ماشي، وتجاوبني بصراحه بدون احراج، وما بسالش اسئله شخصيه. مش شخصيه. اتفضلي. هي شخصيه. لا بس انا عامله لك كده كام سؤال حلوين قلت اساله لك، وحاجه بسيطه كده وفاني. تمام. بص يا ناصر، لو انت معاك فانوس سحري يحقق لك امنيه واحده في رمضان ماشي، هتطلب ايه؟ هطلب بيغششك المخرج، بيغششك. طب قول كده تاني معلش. اطلب ايه؟ ايه الامنيه لما ان شاء الله يجي رمضان بالخير علينا كده ان شاء الله، في امنيه تتمناها تتحقق، وهي ليك امنيه واحده بس هتطلبها من ربنا في رمضان، ايه هي؟ والله لو حاجه في الدنيا يعني لو حاجه في الاخره طبعا المغفره والرحمه. لو حاجه في الدنيا ان انا حج، دي اظن افضل حاجه ممكن الواحد ربنا ينولها لنا يا ربنا وانت يا رب. طيب بص بقى، تخيل نفسك كده في رمضان ان انت صمت يوم مثالي. اليوم المثالي ده هيكون عامل ايه؟ هيكون ازاي؟ اليوم عامل ازاي؟ يعني دلوقتي انا صايمه يعني اديني يوم مثالي بحذافيره في رمضان، اوصفوا لي. من بعد ما هنقول بقى من بعد صلاه الفجر افضل حاجه طبعا القران. وبعد القران بنستنى بقى لحد صلاه الشروق. وبعد كده ممكن الواحد طبعا اذكار الصباح، وبعد كده الواحد ممكن ينام او يروح الشغل. انا بعمل حاجه كده ان انا بقسم الاذكار على طول اليوم بتاع الشغل. يعني اقول شويه سبحان الله، شويه الحمد لله، شويه لا اله الا الله، وهكذا لحد مثلا ما اوصل للظهر ابتدي اقول الذكر اللي بعده. طبعا قراءه القران لو احنا مثلا بنقرا مثلا جزء في الشهر ممكن نكثف موضوع قراءه القران. طبعا بيبقى محتاج الموضوع. انا كيومي بحط برضو في يومي حاجه تطوعيه ان انا انزل اشارك، نعمل وجبات افطار مش عارف ايه، الحاجات دي بتبقى جميله جدا. برضو بحاول ان انا العب كوره بس ما بعرفش اعمل ده. فهو في الغالب بيبقى ده يوم العباده لحد ما يجي برضو وقت الفطار. ببل ريقي على ميه وبلح وبنزل اصلي المغرب وبعد كده ارجع افطر. دي بتبقى امتع حاجه واحلى حاجه. بيبقى عندي طاقه بعد كده ان انا اروح اصلي بس. وبنختم اليوم بقى بالتراويح. ده بالنسبه لي يوم العادي. ما اعرفش بقى ممكن الواحد يعمل احسن من كده ولا لا. تمام. ايه اكتر موقف حصل لك في رمضان مش هتقدر تنساه؟ اكتر موقف حصل لي في رمضان مش هقدر انساه؟ طب ما دي موقف يعني جه في بالي موقف مش حلو، صعب قوي. يعني موقف اثر فيك وعمرك ما نسيته. هو مش مرتبط برمضان بس مرتبط بواحد صاحبي.
فطبعا انا لما افتكرت دلوقتي اتأثرت جدا. يعني واحد صاحبي كنا مع بعض وحصل حصل حاجة مش كويسة يعني، يعني اتأذى بشكل ما يعني، فبقى يعني بقى مش احسن حاجة يعني. فانا مش حابب اتكلم في الموضوع ده طب قوي، لا خلاص. لكن الذكرى دي انا عمري ما هنساها. كان يوم 9 رمضان تقريبا، وانا بسلم عليه من هنا، حبيبي يا عبده. فممكن انت تقولي لنا بقى انا هتسأل بس قولي طب انا لي. اخلص اسئلتي وهديك فرصتك ان انت تديني اسئله، انا اوكي اخلصهم لك. اوكي. طيب، عندك ذكريات طفوليه عن رمضان زمان؟ حاجات كده انت بجد كل ما تفتكرها تبتسم. هو زي ما بقول لك كده، حنين. زي ما بقول لك كده لحد دلوقتي امم. لما بيشتغل بكار انا بجري زي الهبل، زي العيل الصغير المجنون. اقسم بالله ببقى يعني طفل متخلف كده، بروح اجري كده على اقسم بالله مع محمد منير بقى، مع بكار وكان مش فاكر اسمه ايه ده، في واحد كده بيجري وراه اسمه مشرط تقريبا، مش فاكره واصحابه اسمه. بقى وسيدون ومش عارف ايه. انا فاكره المعزه. رشيدة. فلحد دلوقتي بجيب بنت اختي واقعدها اقول لها اتفرجي عليه، يعني انا بحب اتفرج عليه لان هو بيعكس برضو صورة الوطن والوطنية، وانا انت عارفه ان انا بحب الحتة دي يعني، والمعابد ومش عارف ايه طبعا انا مرتبط بمحمد منير يعني، فبكار ده بالنسبة لي حاجة جامدة جدا يعني. تمام. طيب بص يا ناصر، ايه اكتر اكله رمضانيه مستحيل ما تاكلهاش في رمضان حتى لو كانت مضره؟ ما اعرفش مضرة ولا لا، بس يعني ورق العنب. ورق العنب ده بالنسبة لي حاجة خطيرة جدا. المكرونة البشاميل والرقاق ده كده. انا عايزه اقول لك اول يوم في رمضان انا عندي حاجه بقت مقدسه، المكرونه البشاميل دي اول يوم رمضان. انا المحشي مش ميال لي قوي، باكل منه بس مش ملهوف عليه زي ورق العنب تحديدا يعني. بس انت طيب. بالنسبة لك ايه؟ انا بص، هو انا يعني انا بحب الملوخيه، بحب المكرونه البشاميل، وبحب محشي ورق العنب. خليتي ايه طيب؟ بحب الرقاق. ايه ده؟ يا مشاهدين مستمعين لو سمحت خشوا معانا في الكومنتات، قولوا لنا بقى انتوا بتحبوا اكل ايه يعني. ايوه شاركونا، احنا عايزين محتاجين نعرف. تشاركونا ايوه الموضوع عشان ده. يمكن الاقي اكله جديده كده الاكلات كلها ما اعملها. شاء الله عند غاده. طيب بص يا ناصر، ايه اكتر عاده رمضانيه لازم نحافظ عليها وننقلها للاجيال اللي جايه؟ العزومات. العزومات انا حاسس ان هي قلت، يعني حاسس ان العزومات موجوده عندهم في حته الاعلانات بس. صله الرحم دي، العزومات. ونود هنا ونود هنا ونعزم هنا ونروح. يعني ممكن نكلم حد في التليفون، احنا جايين نفطر عندكم النهارده. مش شرط ان انا اكلف اهل البيت، خلي بالك. أيوة. انا ممكن وانا جايه بشوف الموضوع بقى مكلف جدا، وكمان لا. بقى ماشي نمطي. يعني انا هجيلك النهارده وبعد كده احنا هنروح عند فلان وفلان هيعزمنا ثالث يوم. مش كده يا جماعه، هو المبدأ العزومات، فاحنا نعزم بعض لمة ونتعزم العيله. بالظبط. لمة العيله بالظبط. دي حاجه احنا انا مش شايفها مفتقدينها، لكن اتغيرت، شكلها اتغير. كأن انت لازم تعزمني عشان انا بعد كده اعزمك واردها لك. مش كده. لا، انا ممكن اجيب اكلي وانا رايحه المكان ده عشان ما اكلفش اهل البيت، بس لميتي معاه. بالظبط دي اكتر حاجه احنا ما ينفعش. طيب بص يا ناصر، ايه اكتر موقف كوميدي حصل لك في رمضان وبتقعد تضحك ضحك ممكن تكون وقعت على الارض من كتر الضحك؟ اكتر موقف كوميدي هو انا مش مجمع حاجه بصراحه. موقف كوميدي لا مش مجمع حاجه بصراحه. انت ايه اكتر موقف كوميدي طيب فاكره؟ هو بص، نفس الموضوع، مش مجمع حاجه. تسالي ليه؟ انت بتسالي ليه؟ انا بفاجئك بالسؤال بس. طب خلاص احنا دي هنسيبها للمستمعين. ايوه ممكن نشوف. بقى انتوا تقولوا لنا المواقف الكوميديه اللي أيوة. حصلت معاكم عشان نضحك كلنا مع بعض. بالظبط كده. خلاص ماشي. عندك اسئله تاني؟ ده انا كده خلاص خلصت اسئلتي. طيب في سؤال اولاني، انت اول سؤال سالته لي ايه؟ اول سؤال ده كان مهم سالته بالنسبه لك، لي قوي. قلت لك لو معاك فانوس سحري ايه اللي انت تتمناه؟ ايه بقى انت تتمنيه؟ انا هقول لك على حاجه. هو شهر رمضان ده حاجه تانية كده، روحانيات مختلفه. انا اتمنى الصحه والستر وحسن الخاتمه. حضرتك قلتي حاجه واحده يا ستي، ربنا ينولهم لك. انت قلتي حاجه واحده، امنيه واحده. امنيه ده امنيه تريبل يعني، دي 3 في 1. عارف الميكس ماشي اللي هو المشروب 3 في 1؟ والله ربنا يتقبل ويسمع منك ان شاء الله. طيب احنا كده في حاجه تانية هنقولها بخصوص الحلقه؟ هو انا كده يعتبر خلصت، بس لو انت عايز تقول حاجه قول. لا انا عايز اقول ان انا اتبسطت بالحلقه دي معاكي.
بجد. ان شاء الله نتبسط كده كل مره. وانا عايزه اقول لك ان انت خلتني وانا بتكلم دلوقتي او كده كده هو اصلا رمضان على الابواب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. خلتني استشعرت كده بجد جو الدفى، جو البيوت. ده المطلوب، احنا نقعد كده قاعده حلوه مع بعض. ايوه ايوه ايوه، ونيجي وكلنا كأسرة بنتجمع، والضحكه اللي بصوت عالي قوي وطالعه من القلب. عارفه احلى حاجه في الموضوع ان هي بتبقى طالعه من القلب مش مصطنعه. فانا ابتديت افتكر اللمه دي، وافتكر لما كنا بنقعد وكل واحد عليه حاجه، اللي يعمل السلطه واللي يعمل الرز واللي مش عارف يعمل ايه واللي يعمل، كل واحد كان بيعمل حاجه، كان مشاركه جماعيه. طيب احنا كده اكدنا على موضوع، او فكرنا الناس وفكرنا نفسنا بان ده شهر عباده فعلا. مش لازم نتفتن قوي بالمسلسلات والحاجات والكده. واتكلمنا عن الفوازير زمان والحاجات بتاعت زمان واللحظات الحلوه اللي كنا بنعيشها. وبرضه اتكلمنا عن ان ده ما اختلفش قوي دلوقتي. وطبعا احنا مستنيين الناس تجاوب معانا وتتجاوب معانا وتشير عشان خاطر يجوا معانا ايه الفطار بتاع المطريه. الفطار وطبعا معاك. وفي الاول وفي الاخر احنا بنجيب الموضوع ايه من طقطق للسلام عليكم.